في جملة دايما بنسمعها في الأفلام: ده مات وقلبه مكسور. بس خليني أسألك، هو في حد ممكن يموت من الزعل؟ يعني الحزن والتعب النفسي ممكن فعلا يوقفوا القلب؟ أيوة، وده مش كلام دراما، ده طب بجد. في حالة طبية اسمها متلازمة القلب المكسور، بروكن هارت سندروم، ودي بتحصل لما حد يتعرض لصدمة نفسية كبيرة، زي ان حد عزيز عليك يتوفى او تسمع خبر وحش مرة واحدة. القلب في اللحظة دي بيتصرف كأنه جاله هو نفسه أزمة قلبية رغم ان الشرايين سليمة. وتعال اقول لك ده بيحصل ليه. الهرمونات اللي بتفرزها اجسامنا وقت التوتر زي الادرينالين بتسبب تقلص مفاجئ وضعف في عضلة القلب، والمريض يخش المستشفى وهو فاكر انه عنده جلطة، لكن الحقيقة ده قلبه فعلا اتكسر من الحزن. طيب نعمل ايه؟ هو الحل اننا ما نزعلش، بس ازاي؟ الزعل ده شعور طبيعي بيجي لكل الناس، فخليني اقولك على شوية نصايح بسيطة تتعامل بيهم مع الزعل. رقم 1: خد وقتك في الحزن بس ما تسيبهوش يتغلب عليك. رقم 2: حاول تحكي او تتكلم مع حد قريب منك او حد متخصص. ورقم 3: اهتم بصحتك النفسية زي ما بتهتم بجسمك، زي انك تمارس شوية رياضة بسيطة في يومك، ده بيقلل كتير قوي من التوتر. طب لو ما قدرتش والمشكلة أكبر منك، اتوجه فورا للدكتور النفسي وما تترددش. متلازمة القلب المكسور ممكن تتعالج وبكل سهولة، بس المهم تلحقها بدري وتاخد بالك من نفسك. كان معاكم دكتور أيمن حامد، استشاري أمراض القلب والقسطرة بألمانيا. بتمنى لكم يوم سعيد وصحة جيدة، وأشوفكم في فيديوهات جاية. سلام.